2023. هذا بطبيعة الحال جاء تجسيدا لالتزام رقم 42 للسيد رئيس الجمهورية. السيد رئيس الجمهورية أطلق الالتزام بخصوص الحفاظ على النظام الاجتماعي والثقافي. أهم النقطة المتعلقة بها هي رفع سقف الوصفة الطبية من 3000 دينار جزائري إلى 5000 دينار جزائري بالنسبة للبطاقتين، بطاقة شفاء A ولا شفاء B. يعني كثير من الناس ربما فيهم حنا رانا نتعاملوا داخل الصندوق، وهذا الشيء يعتبر جديد علينا. السؤال المطروح شنو الفرق بين شفاء A وشفاء B؟ علاش خدينا أو المديرية العامة أو الوزارة الوصية خدات قرار بالانتقال من النظام الأول نظام شفاء واحد لنظام شفاء اثنين، باش نطمنوا الجميع من خلالكم، من خلال الصحافة، من خلال الأعوام، نطمنوا الناس بالاستعمال هو نفسه والحقوق هي نفسها بالنسبة للبطاقة الأولى ولا البطاقة الثانية. يعني اللي عنده بطاقة راح يقول كيفاش هل اللي يستعمل البطاقة الثانية راح يكون عنده امتياز إضافي؟ ما كاينش امتيازات إضافية. البطاقة رقم 1 ولا البطاقة رقم 2 راح ياخذوا جميع الحقوق نتاع المؤمن له الاجتماعي، إنما التقنية اللي تعامل بها شفاء 2 بارابور شفاء 1 كاين تقنية عالية. يعني هنا نفتخر بالمستوى التقني العالي اللي أنجزت به هذه البطاقة التقنية الفنية. فيما بعد غنترك الكلمة للسيدة مالكية باش تطرح لنا الجانب التقني المتعلق بإنجاز هذه البطاقة رقم 2. البطاقة رقم 2 عندها جودة عالية جزائرية 100%. يعني التقنيين اللي تكفلوا بإنجاز البطاقة رقم 2 جزائرية 100%. بالتالي نحن نقولوا الحمد لله وصلنا إلى مستوى نحن بدنا نكفلوا جميع المنتجات نتاعنا سواء الفكرية ولا الإبداعية ولا التقنية. راح نعطي لحد الآن ما هضرناش نقولوا شفاء وشفاء B، ولكن طمنا فقط باللي الاستعمال هو نفسه. التصنيف تاع البطاقة الوصفة الطبية لوردونونس 5000 دينار سواء pour la première carte ولا la deuxième carte. الفرق في la deuxième carte إنه لا تكنيسيتي تاعها عالية بزاف وعندها طاقة استيعاب كبيرة، راح تكون في سواء من ناحية التخزين ولا من ناحية التشفير. يعني مش أي شخص بإمكانه يفك الشفرة تاع البطاقة رقم 2 لأنه فيها معلومات شخصية كبيرة. يعني المعلومات الشخصية هذه احنا نتعهدوا للمؤمن له اجتماعي راهي محفوظة بطريقة ما تمكن أي واحد أنه يطلع عليها. احنا طرح بعض الأشياء اللي بطبيعة الحال تكلموا عليها في المديرية وجاءت في البطاقة الصحفية الخاصة بالحملة، أنه الجودة مثلا نتاع البطاقة أعلى من البطاقة الأولى. لاحظنا مثلا في البطاقة الأولى الكثير من الناس تحطها في الجيب نتاعو ما تكسر له، نحتاجو أشاك فوا باش نعاودو البطاقة نتاعو. لا كاليتي تاع الخطوط تلقاها براسك 3D ماهيش من كيما الأولى اللي عادة تلقى بعض الناس الخطوط تاعهم تروح مابقاش تبان. بطاقة التخزين فيها 40 أوردونونس أخرى تلقاها مسجلة في بطاقة شفاء. يعني بإمكان بطاقة الشفاء أنها تبقى داير حاكمة لا سوغار نتاع 40 أوردونونس بلوس 400 ميديكامون سري. يعني كل مؤمن يستعمل البطاقة
نخزنوا الادويه اللي يقتنعها، يعني نقدروا نعرفوا هذا الشخص تقريبا 400 نوع من الدواء اللي يستعملوا المريض، يعني هو ولا ليزيون دروات. يعني احنا كاينه سهوله في التعامل مع المؤمن له اجتماعيين، يعني معناتها الهيستوريك تاعو يكون الهيستوريك تاعو يكون عادي، كتصاوب ميديكامون ماهيش حاجه خطيره. كذلك كاين شيء يخص مثلا نيميرو تيليفون. افون بروميير كارت ما كاينش لا بوسيبيليتي باش نحطو نيميرو تيليفون. احنا رانا نعانيو يوميا لحد الان. احنا درنا لوبيراسيون لا ريكيبيراسيون دو نيميرو تيليفون لي زاسيوري. ا سو جور مثلا احنا في العام الثالث استرجعنا نسبه 21%. على هذيك الناس ما نتعاونش معاها، وهذه درناها في دي زيفور كبار. يعني كاين جهد كبير باش نحاولوا نسترجعوا ارقام الهواتف، وحابين نروحوا الى تقنيه حديثه، هو التبليغ عن طريق الرسائل النصيه القصيره، de convoquer les employeurs ou les assurés à travers les convocations, on peut les convoquer à travers un SMS. Donc هذه بالشفاء ديال ان شاء الله راح تكون عندنا كميه كبيره من الارقام الهواتف تاع المؤمن له اجتماعيين لحد الان. مثلا كي نعطي مثال بسيط، احنا عندنا 536,536 بطاقه شفاء تابعه لوكاله تيباز. يعني تقريبا لاباز تاعنا فيها قريب 750,000 مؤمن له اجتماعي، يعني تقريبا رانا قريب نغطيو قاعده البيانات كامله، يعني ما بقاش فرق كبير. اما في السابق ما زلنا ما وصلناش تقريبا لحقنا 100,000 رقم مسترجع، يعني بقى عدد كبير من المؤمن له اجتماعيين ما زلنا ما استرجعناش ارقام الهواتف تاعها. اذا اترافير لا كارت شيفا 2 يعني on va récupérer l'ensemble des numéros de téléphone concernant les assurés. Pour autre chose, le NIC. Donc, في la deuxième carte كاينه possibilité باش نلقاو لو NIC، يعني كاين معلومات كبيره تخص المؤمن له اجتماعي في البطاقه. كيف concernant le contrôle médical, la partie concernant le traitement spécifique. Donc le cas ALD نلقاو بداية التكفل، ديبي لا بريزون شارج تلقاها في لاكار، هذه ما كانتش قبل. كيف تلقى بور لي كود افيكسيون، كاين 3 تيب لو كود، كاين 1 1 2 1 3. pour le N1 كاين 2 بوزيسيون، pour le N2 كاين 3 بوزيسيون، pour le N3 كاين 6 بوزيسيون. يعني كاين بوسيبيليتي باش نسيزيو ازيد من 14 من حاله خاصه بالامراض المزمنه. يعني هذه كل مرض مزمن عنده الخصوصيات نتاعو، هذه اللي تسهل العمل بين الصيادله او بين المراقبه الطبيه. احنا الاهم شيء اللي رايحين ان شاء الله تنتهي العمليه نتاع الشفاء 2 راح تكون العلاقه مرنه بين الفارماسيان وبين لو كونترول ميديكال. يعني باغ كونتر في الشفاء 1 كاين اشاك فوا نلقاو لو فارماسيان يحتاج توجور لافي تاع الكونترول ميديكال، وكاين اون فور دوموند ديزافي اللي ما تخليناش ولا بيان ما تسهلش العمليه مع المؤمن له اجتماعي. entre parenthèses اذا كنا سورتو في دون لو كا وين تكون لا كونيكسيون فابل ولا يعني راح نلقاو شويه المؤمن راح يتطرقوا شويه قاعد ينتظر. اما في الحالات هذه كثير من الحالات راح ما تروحش اطلاقا المراقبه الطبيه لان الفارماسيان عنده كاع لي دوني في لاكار. في الحالات الاستثنائيه هذه راح تكون سهله جدا، وانه المؤمن له اجتماعي ما
ما راكش ينتظر بزاف سواء عندي فورماسيون ولا عندي زوطر بارتنير. يعني حتى التقنيه اللي مخدومه بها لاكارت هذه اللي تكلم عليها السيده مالكيه هي تقنيه مشفره بنظام عالي جدا من الناحيه التقنيه. دونك ما كان كويس انه الواحد يقول انا الملف نتاعي راهو يكون عند الناس كلها. كاين بعض الناس الامراض تاعهم يقول لك انا ماذا بيا واحد يعلم بالمرض تاعي باش يكون. مريض يقول لك هذه حاجه خاصه تخصني ما تخص حتى الانسان. بالتالي هنا ما كان حتى ريسك. يعني الامور هذه الشخصيه محفوظه بطريقه بنظام التشفير عادي اللي يعمل مع الاجهزه جميع الاجهزه الذكيه. يعني دونك ما بقيناش نخدموا غير باللي كار لي ليكتور دو كار تاعنا، نقدروا نخدموا مع بليزيور تيب دو ليكتور دو كار. يعني هنا اضافه الى ذلك في لاكارت هذه كاين لو كود بين. كل مؤمن يعتبر يحط لو كود لاكارت تاعو باش واحد يقدر يقراها. شيء اخر انه مهم جدا هو الكارت انديفيدوال. أظن كاين لي كارت يروحوا ليدي دوك نبداو نمشيو مع لا كارت مير. دونك لا بروميير كارت عندها الفان دو دوا تاعها لا كارت انديفيدوال كانت بريسك عندها لوتومي على بروميير كارت. دونك هنا ولا تقريبا كاين تبادل المعلومات بطريقه آلية. يعني معناتها كيف سوا راسيوري عنده دو ولا تروا كارت انديفيدوال تاع السوجيال الكترونيك ولا وليد ولا غيرها لي تروا راهم يتبعوا لا بروميير كارت. واحد مثلا بطل العمل دونك بالنسبه للصلاحيات تاع البطاقه تكون انتهت. بالنسبه للباقي كيف يعني حتكون بنفس الطريقه اللي نتعاملوا مع لا بروميير كارت. هذه جمله من المعلومات اللي نتكلم على الشيء هذا. نقولها نقولوا اللي نزيد معاهم نذكر اني نطلب من خلال وسط الاعلام جميع المؤمنين المجتمعيين انه ما كاين حتى خوف على ما كاين حتى ريسك بارابور الناس اللي راهي يقول لك انا عندي لا بروميير كارت لا دوزيام كارت كيفاش. المهم بالنظامين نفس الحقوق محفوظه للمؤمن لهم الاجتماعي اللي راهو بنسبه 80% ولا 100%. يعني نفس الحقوق اللي راهي عنده حاليا لما ننتقل الى نظام شفتني راح تكون هي نفسها. انما المرونه والسهوله في التعامل مع البطاقه رقم 2 هذه تقريبا ملخص نتاع الاستعمال تاع البطاقه. انا نقولوا كاول مرحله اللي راح ننطلقوا بها هي اجباري تغيير لي توكان. يعني المفاتيح اللي راهي عند الصيادله حاليا احنا عندنا 1743 مفتاح عند الصيادله، عندنا 494 صيدلي. بمعنى اكثر يعني كل صيدلي عنده اكثر من ثلاث مفاتيح. وتستغرق العمليه راح تستغرق وقت. درنا تجربه مع ثلاث شهور فيما يخص لي توكان. لقينا باللي تقريبا جوزنا واحد 25 يوم تقريبا 25 يوم باش قدرنا نحددنا لي توكان. حنا راح نحاولوا نسونسيبيليزيو كاع الصيادله باش يتواصلوا معنا في نفس العمليه، نديروا لي توكان تاعهم باش يقدروا يتعاملوا مع البطاقه رقم 2. البطاقه الاولى جميع الطلبات اللي قاعده تقدم الان البطاقات اللي راح تنجز صفه 2. بالنسبه للبطاقات القادمه اللي راهي في حوزتكم هذيك راح يكون كاين برنامج وطني لتغيير ولا لاسترجاع البطاقات القديمه. دونك بالنسبه لنا نقولوا مادام وسط الاعلام راهي معنا هنا نقولوا بطاقه الشفاء ليست فقط غرض منها التعامل مع الصيادله. عندها 92 طبيب معالج معني بشفاء. عندنا 13 صناعي النظارات الطبيه المتعاقدين مع الوكاله. عندنا 15 مركز تثبيت الدم. عندنا 2 عيادات توليد
اللي راهي وحده راهي تشتغل اللي راهي في حجر، رغم انه الاتفاقيه راهي ولكن لحد الان مازال ما انطلقتش. عندنا 5 متعاملين بالنقل الصحي، يعني خاصة عيادات تصفية الدم. الاستعمال بطاقة الشفاء استعمال إجباري، ما يقدرش يجوز الفاتورة تاعو وما تكونش عنده بطاقة شفاء. يعني بالتالي الانتقال إلى النظام الجديد يسهل même la facturation avec nos partenaires. Donc الأمور راح تكون سهلة جدا إن شاء الله، لأنه هذه البطاقة عندها قدرة أنها تتعامل مع جميع الأجهزة الإلكترونية. نحيل الكلمة إلى السيد عبان راح يتكلم